تخيل معي ايدينك مربوطة، جسمك مشدود بحبال ما ترحم. تحاول تلتفت، ناس كثيرة مليانة عيونها كره وحقد، والناس هذول قاعدين يرمون حطب كثير في حفرة كبيرة. ابتساماتهم تمشي في الجو مثل السم، غضب وحقد. مع كل هذا ضحكات خبيثة كأنهم يحتفلون بأنهم سيطروا عليك. فجأة إلا النار تشتعل، ولكن ما هي نار عادية، جبل من اللهب. النار تلهب الوجوه، تخليهم يرجعون خطوات لورا، إلا عيونهم ما ترجع. نظراتهم عليك ثم على النار. النار هذه ما هي للتدفئة، النار هذه كانت لك أنت. بس ليه؟ وشو سويت؟ السبب إنك قلت لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، نبي الله إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. هل تتوقع اللي سمعته قبل شوي كان من وحي الخيال؟ أبدا، اللي سمعته قبل شوي هو حدث واقعي وصار لنبي من أنبياء الله، وهو نبي الله إبراهيم عليه السلام. والأعجب من هذا كله إن وقت وقوع هذا الحدث كان لا يزال إبراهيم عليه السلام فتى صغير. قصة اليوم عن رجل لقبه الله بلقب عظيم، خليل الله. تخيل، أي الصديق المقرب إلى الله، وهو أعلى درجات المحبة بين العبد وربه. ولكن ليش بالضبط رب العالمين سماه بهذا اللقب؟ وكيف كانت نشأته؟ ووين ولد؟ وكيف كانت علاقته بينه وبين أبوه آزر؟ هذه كلها تفاصيل راح نغوص فيها اليوم. خلونا ما نطول أكثر بالمقدمة، وبسم الله نبدأ قصتنا. ولكن قبل ما ندخل بتفاصيل حياته لازم نرجع بالزمن شوي، أو خلينا نقول كثير. لازم نفهم كيف كانت الأوضاع بوقتها، وإيش الديانة اللي كانت منتشرة في هذاك الزمان، ومين هم الأقوام المسيطرين في هذاك الوقت. وطبعا بعد الطوفان العظيم اللي صار في زمن نوح عليه السلام، الأرض ما عاد فيها بشر إلا من نسل أولاده الأربعة، ومن نسلهم جاء كل البشر إلى يومك هذا. وكان النسل الأقوى على وجه الأرض اللي هو نسل سام عليه السلام، وهو الذي أطلق عليه اسم الساميين. ومن نسل سام خرجت الشعوب الكثيرة والضخمة مثل قوم عاد وثمود والأكاديين، وهذول كانوا أقوام عظيمة وعندهم حضارة وسيطرة ما يتخيلها عاقل. وطبعا لا ننسى علمهم بالفلك والهندسة، وكان عندهم قوة عظيمة وعندهم قوة وسيطرة واضحة على الأرض بوقتها. الأكاديين بالتحديد كانوا يعبدون الكواكب والأجرام السماوية مثل الشمس والقمر والنجوم، كانوا يصنعون تماثيل وأصنام لتمثل لهم هذه الأجرام، وكانوا يقربون لها القرابين. وهذه هي كانت ديانتهم الرسمية في هذاك الوقت. وكانوا يعيشون بوقتها في العراق، وفعلا كان عندهم تقدم علمي وهندسي وفلكي ما كان نفسه بالتاريخ. وطبعا كل هذا بالنسبة لعصرهم. ووسط هذه الساحة ظهر رجل قوي جدا، وما كان من نسل سام بل كان من نسل حام عليه السلام، وكان يحمل حقد دفين على السيطرة على نسل سام. هذا الرجل هو النمرود. النمرود ما كان شخص عادي يا اخوان، كان ضخم الجسد، قوي البنية، شديد الذكاء، فصيح اللسان، وقوي بالخطابة. قدر يجذب الناس بقوته وشخصيته وكلامه المؤثر، بالرغم من ظلمه وجبروته، إلا أن كثير من الناس كانوا معجبين فيه وكانوا يؤمنوا بقيادته وأنه هو يكون قائد لهم. وقدر يجمع حواليه القبائل الكثيرة، خاصة من البدو المعروفين بقسوتهم وقوتهم آنذاك. وكانت الدنيا مليانة حروب وصراعات يا اخوان، وصارت معارك شديدة جدا بين نمرود وجيش الأكاديين اللي كان مركزهم آنذاك في العراق، بابل تحديدا. وكانت المعارك بينهم قوية جدا، لكن النمرود ما كان شخص عادي، كان وحش حقيقي يا رجل، كان يأكل البشر، وكان معاه رجال يفدون بأرواحهم مستعدين يموتون عشانه. وبالفعل قدر النمرود ينتصر على جيش الأكاديين وسيطر على كل العراق من الشمال للجنوب، وبوقتها ملك بابل كلها. ومن هنا بدأ يفضل نسل سام واحد ورا الثاني ويلاحقهم من مكان لمكان، كان يطاردهم يا اخوان بكل مكان. واي منطقة كان فيها ناس من نسل سام يهجم عليها ويمسحها عن بكرة ابيها. ومن المناطق اللي هجم عليها كانت مملكة العرب اللي كانت موجودة في نجد واليمن، وكانوا يرجعون بنسبهم لنسل سام عليه السلام. فهجم عليهم النمرود وقتل ملكهم وسبى الكثير من النساء والأطفال، وكان من ضمن اللي سباهم على حسب الروايات القديمة آزر والد إبراهيم عليه السلام. آزر وقتها كان صغير، أما طفل أما شاب وأما في سن المراهقة، فما قتلوه لكن أخذوا له آزر واشتغل بعدين خادم عند الأصنام، ينظف التماثيل ويجهزها للناس حتى تعبدها. وكل هذا هو تحت حكم النمرود. ومع الوقت توسع حكم النمرود بشكل كبير يا اخوان، وصار يحكم كل مكان، كل المدن والممالك والقرى كلها خضعت له، ما حد كان يقدر يعارضه. حتى لو كان في حاكم بمنطقة معينة كان لازم يكون تابع للنمرود ويمشي بأمره، وإذا حاول يخرج عن طاعته النمرود يمسح مملكته بالكامل ويقضي عليه ويقضي على أي واحد يشد على يده. فبهذه الطريقة حكم العالم بقبضة من حديد، واللي يعرف إنه حكم منطقة واحدة صعب،
فما بالك بالكرة الأرضية كلها. لكن النمرود كان ذكي جدا وسوى خطة ما حد سبق من البشر وسواها، والطريقة هي بكل اختصار أمر كل الممالك والقبائل إنهم يرسلون له كل شيء عندهم، المحاصيل، الذهب، الفضة، وحتى الفلوس، كل شيء يصب عند النمرود. وبعدها إذا أي أحد يحتاج شيء من الرزق لازم يروح عند النمرود ويطلب منه، ويؤمر النمرود بعبادة معينة أو يخدم خدمة معينة، وبالمقابل يعطي رزق بسيط. فصارت كل الناس محتاجة للنمرود، ما أحد يقدر يكون حر أو مستقر لأنه هو الوحيد اللي كان عنده الخير كله. ولكم حتى الجيوش يا أخوان كانوا يقولون أكلنا وشربنا عند النمرود، يعني بصراحة ما نقدر نحارب بدونه. يعني باختصار صار الكل تحت حكم يده، والكل كان عبد عنده، ولكنه مو عبودية جسد بل عبودية رزق وعيش. ومن كثر ذكاء البني آدم خلى العالم كله خاضع له بدون أي مقاومة. لكن سبحان الله يا أخوان، الملك دائما لله، ومهما كان النمرود ذكي وجبار ما كان يعرف أن في واحد من نسل سام، شاب صغير طالع من رجال سباه من العرب، وطالع من رجل كان يخدم عند الأصنام، هو اللي بيكسر مملكته ويحطم عرشه وينهي حكم النمرود بالكامل وبحكمة وبإيمان ما قد شافها في تاريخه كله. هو النبي الله إبراهيم عليه السلام ابن آزر اللي بدأ من الصفر من معبد أصنام، إلا أنه صار يواجه النمرود ويهدم كل جبروته. وبصراحة الناس بوقتها كانوا عايشين فقر شديد يا أخوان، المعيشة كانت صعبة جدا، أغلب الشعب ما كان يلاقي لقمة يزد فيها جوعه. الناس كلها كانت تحتاج النمرود فعلا، لأنه هو اللي عنده كل الخيرات وكل شيء لازم كان يمر تحت يده. ومن بين هالناس كان آزر أبو إبراهيم، رجل بسيط عايش مثل باقي هالناس، وكان يحلم يعني مثل باقي هالناس بحياة كريمة وزوجة وبيت يستقر فيه. ولكن آزر يوم كان يشتغل عند الأصنام عشان ينظفها ويرتبها ما كان دخل يكفيه للزواج ولا لبناء بيت يستقر فيه، فقرر انه يبدأ مشروع بسيط عشان يقدر يكون نفسه. فقرر انه يشتغل بنفس مجال الأصنام لكن بطريقة ثانية، فصار يصنع أصنام صغيرة ويبيعها للناس، وكل تمثال كان يطلع له قرشين. وعلى هذا الحال ظل يشتغل أكثر وأكثر، يبيع يجمع فلوس شوي شوي إلين قدر يتزوج. وبعد الزواج بدأت حياته تتحسن وصار يحلم بتكوين العائلة، وفعلا زوجته حملت، لكنهم قرروا انهم ما يقولون لأحد، كأنهم كانوا والله العليم انهم يسووهم مفاجأة، او يمكن كانوا خايفين من شيء. لكن فجأة كل شيء انقلب، شرطة النمرود بدأت تطوف الشوارع، تلف البيوت بيت بيت وحارة حارة، وتدور على كل امرأة حامل، وكل واحدة حامل كان يسحبونها ويرموها في السجن، وكل طفل كان ينولد بهالسنة يختفي ولا حد شافه ولا حتى سمع عنه. والناس كانت مصدومة، ليش؟ ومش فاهمين شو السبب، شو ذنب الأطفال الرضع وشو ذنب الحوامل. لكن السبب ظهر بعدين، يوم عرفوا ان النمرود شاف الرؤية، شاف ان في ولد من رجل سباه من مملكة العرب يولد في سنة محددة بيوم معين وبيكون سبب نهاية حكمه كامل. فاستشار الكهنة اللي عنده وقالوا له لازم نقتل كل طفل ينولد بهالسنة وما تخلي أحد ينجو مين ما يكون. وأم إبراهيم عليه السلام كانت حريصة كل الحرص، فحبست نفسها لشهور إلى أن قربت تولد. وفي ظلمة آخر الليل طلعت من المدينة بهدوء، راحت لكهف صغير بعيد عن عيون الناس، وهناك ولدت إبراهيم عليه السلام. وأول ما تأكدت أن المولود بخير سكرت عليه باب الكهف ورجعت للبيت. فلما سألها آزر وين الولد قالت والله ولدته ميت ودفنته وتركته هناك. آزر صدق وسكت، وهي قالت له هيك لأنه آزر بوقتها كان مطيع للنمرود وكان قلبه حقود، فخافت على ابنها. فبعد ما سكت آزر وراح، الأم كان قلبها محروق على ابنها، وكل فترة كانت ترجع للكهف تطمن على ولدها إبراهيم عليه السلام، تلاقيه حي ويرضع من أصابعه. سبحان الله، الولد لا كان مظاهر عليه لا أثر جوع ولا أثر بكاء، كل شيء كان فيه سليم. وكل ما ترجع له تلاقيه كبر شوي، وكان يا أخوان ينمو بسرعة عجيبة، فيقال بأنه كان يكبر بالشهر كأنه كبر سنة. وكانت هذه أولى المعجزات لسيدنا إبراهيم عليه السلام. ومرت الأيام وكبر إبراهيم عليه السلام في الكهف. وفي يوم من الأيام وهو في الكهف نظر للسماء وتأمل فيها وقال لأمه أخرجيني أنظر. فعلا الأم انصدمت لكنها أخرجته. وكان الليل بوقتها ساكن، فنظر للنجوم والسماوات وكان يطلع ويتفكر فيها، وكأن الله سبحانه وتعالى فتح له باب الفهم. ووقتها شاف إبراهيم عليه السلام أشياء ما قد شافها بشر، شاف ملكوت السماوات والأرض، شاف كل شيء مخلوق، وشاف أسباب الخلق كمان. قال إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لربي وما لي إله غيره. سبحان الله، هون كأنه شاف كل شيء. وقال الله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وهنا بدأت
رحلته الحقيقية. وبختها أمه رجعته معها للبيت، وقابل أبوه آزر لأول مرة، وفرح آزر فرح كبير أن ولده لا زال حي وبدأ يعيش معاه. لكن إبراهيم عليه السلام ما كان مثل باقي الأطفال، كان عاقل وحكيم، وكان واعي ويعرف الصح من الخطأ، وكان ينكر عبادة الأصنام وبشدة. وكان أبوه كل ما يطلع للمعبد أو لبيع الأصنام يجلس جنبه، وكل ما أحد جاء يشتري صنم يقول له اشتري صنم لا ينفع ولا يضر. وبعض الزباين كانوا يستغربوا، وبعضهم كانوا يتركوه ويروحوا، وبعضهم كانوا يسألوا، فيقوم إبراهيم عليه السلام ويكسر جزء من الصنم يعني عيبة، ويقول إبراهيم عليه السلام للزبون إذا ما قدر يحمي نفسه كيف بيحميك. وصار مشهور بوقتها بين الناس، الكل عرف إبراهيم الصغير اللي يستهزئ بالأصنام، لدرجة أن مبيعات أبو آزر تأثرت. لكن إبراهيم عليه السلام ما سكت هون وبس. في يوم من الأيام راح المعبد وشاف الأصنام الكبيرة، وشاف الناس ساجدين لها والعياذ بالله، فوقف بين وسط الناس وقال ما هذه التماثيل الذي أنتم لها عاكفون؟ قالوا بدون أي حجة، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، يعني فعبدناها مثلهم. فرد عليهم إبراهيم عليه السلام وقال لهم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فانصدموا منه وفكروا أنه قاعد يستهزئ مثل العادة، فقالوا له أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يعني أنت جاي تتكلم جد ولا نفس عادتك يعني قاعد تستهزئ فينا؟ فرد عليهم إبراهيم عليه السلام بكل ثقة وإيمان، وهالكلام خلى نظراتهم تتغير لسيدنا إبراهيم عليه السلام. رد عليهم وقال من ربكم؟ رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وهذا كان أول تصريح له إنه خارج عن ملة عبادة الأصنام. وهو نعرف أن إبراهيم عليه السلام ما كان يستهزئ بس، لكنه كان يؤمن بكلامه وكان عنده عقيدة راسخة. موقفه هذا كان بداية الصدام بينه وبين قومه. وكان إبراهيم عليه السلام صح أنه كان صغير لكنه كان قلبه كبير. في يوم خرج من المعبد كان قلبه مضايق وغضبان، وقال في نفسه وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين.